الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تعالوا نشوف أحمد ماهر وهو يسب كلام الله رب العالمين ويشتم القرآن الكريم. هو بس عشان ابو عمه قال لك انه البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله، ده هو احط كتاب بعد كتاب الله، لانه ربنا قال أحط كتاب البخاري، أحط كتاب بعد كتاب الله. قد يكون اللفظ خرج منه بلا قصد أو لا يقصد معناه، لكن هذه نتيجة التطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تطاولت على البخاري، تطاولت على كتب السنة، تطاولت على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. شيء طبيعي أن الفكر الذي كفكرك تماما يتطاول على كتاب الله رب العالمين، سواء بقصد أو بغير قصد. فبسبب حقدك على البخاري اللي هو أصح كتاب بعد كتاب الله رب العالمين، ليس البخاري كشخص ولكن صحيح البخاري الذي هو صحيح كتاب بعد كتاب الله رب العالمين بإجماع المسلمين، ومعه صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بسبب حقدك على البخاري وبسبب حقدك على مسلم جرك ذلك إلى أن طعنت في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طعنت طعنا صريحا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قادك ذلك لأن تطعن في كتاب الله رب العالمين. واسمع أنت ماذا قلت مرة أخرى. عشان ابو عمه قال لك انه البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله، ده هو احط كتاب بعد كتاب الله، لانه ربنا قال انه فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ده هو احط كتاب بعد كتاب الله، هو احط كتاب بعد كتاب الله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية.